فريق الرجاء الرياضي والدعم الكبير للاعبي الاخضر في منافسات كدوري ابطال افريقيا، لكن ان شاء الله بالعزيمه باصرار اللاعبين، لان مهم جدا الانتصار في اول مباراه والتصدر. هذه المجموعه كثيرون يرون الفريق الاخضر المرشح الكبير لتجاوز مرحله المجموعات رغم هذه المرحله، بينما انطلاقه رجويه في الدقيقه الاولى، الومضه الاولى، الفرصه الاولى، المناوره الاولى، لوب الهجومي وضغط الهجومي لتسجيل هدف مبكر وممكن الجول. نعم، الجول الاول، المباغته الاولى والومضه الاولى. مشاهدينا الكرام، حمزه خاب يفاجئ الدفاعات ويباغت حارس المرمى مودو كريتسا. نعم، 1-0، هدف مبكر كنا ننتظره يا حمزه يا خابه الهداف. نعم، للرجاء الرياضي يفتتح العداد، واول هدف للاخضر في دوري مجموعات. دقه الراجة تيكي تاكا واللمسه الوحده، الراجة في استغلال مساحات، ممكن قادر انه يسد سيناريو انك تدخل المباراه بهدف مبكر. تسديد، بل هناك في امريكا الجنوبيه عندما استطاع نجمه في السميس فريق الرجاء الرياضي. هنا الكره الاماميه والمتابعه والثاني جول، والثاني جول الثاني لم يتاخر هذه المره. جمال حركاس، هل نحن على موعد مع حصه كبيره؟ هل نحن على موعد مع فيستيفال اهداف؟ 2-0 في ظرف ربع ساعه. مشاهدي الكرام، هو السجده للمولى تعالى هنا من جانب جمال حركاس وبقيه اللاعبين. انهيار مع البدايه شامبو شروان، بينما كره حمزه خابه في العمق. هو جول لا ميدان، الكره في العمق هنا للاعب حمزه خابه والركنيه بعد ذلك. نعم، كره داخل منطقه الجزاء، الدفاع يتدخل، لا زالت رجويه وتسديده ولكنها مره جانبيه. مودي كريتسا يتصدى، الثالث كان قريب جدا في لقطه تواكد فعلا المعاناه. كره في القائمه الثاني وحارس المرمى بعد ذلك، لا زالت صعبه. الثالث ممكن ولكن عاليه التسديده. والمنتخب المغربي في المونديال، بينما الكره امكانيه الجول الثالث، لا زال الضغط متواصل كبير في المستطيل الاخضر. الرجاء هنا يواصل استعراضه في وضعيه التسلل، فيها وضع من جديد الدخول بهذه الكيفيه والدفاع بعد ذلك يخرج الى الركن. غالين واغو الكره في العمق ولكن خروج هنا لاناس زنيتي بعد التغطيه ممتع. حمزه خابه في الاستلام، حمزه يمر ركله جزاء، فيها ركله جزاء فيها اضافه الى الظاهره اولمبيك اسفي مع طارق يسعى تالي التنفيذ. هنا تسدد واناس في المكان المناسب. اناس بن تايك يرفع كرة بن تايك والمتابعة هنا كانت ممتازة. زكريا الهابطي، لا زالت رجوية. الهابطي يضغط، هذه ممكن جول الثالث قبل نهاية الجولة الأولى. محمد زريدة يمنح الكتيبة الرجوية ثالث الأهداف بصورة رائعة جدا. تيكي تاكا ودقة بسرعة، الراجة يمشي الأمام، سير الراجة للأمام، والثالث والشباك تعتز للمرة الثالثة قبل دقائق من نهاية. وتسديدة من أولو لكن بعيدة. أولو يسدد هذه الكرة. هنا الراجل الآن صار عنده أكاديمية يتدرب كذلك هناك، واحدة من الأكاديميات. الكرة على الجهة اليسرى، هنا وضعية التسلل في اللقطة الماضية فعلا اليسرى لمن هناك متابعة بوضوح من جمال حركاس، أنس زنيتي الحكم. أصدقائي المشاهدين، أجدد الترحاب بكم في هذا الموعد الخاص بدوري أبطال إفريقيا نسخة 2022-2023 ولقاء الجولة الأولى بين الرجاء الرياضي حامل لقب الشامبيونز في 3 نسخ 89 97 و99. يدخل غمار المنافسات في دورة لتشتغل في شرق افريقيا. الاصابات، كره اماميه بعد ان لعبت الركنيه في خطا. تدخل المال اليمنى لفائده فريق فايبرز، حذاري من العرضيه في وقت من الاوقات مكانه الايمن لفائده زكريا الهبطي. تخرج الى تماس، هل يظهر إلتو مع فريقه المحبب. هنا الكره الاماميه لفائده فريق التسلل، حمزه خابه محاوله التسديد
التسديدة موديكر فريق الرجاء الرياضي، بينما لدينا كرة والحكم يقول ماذا؟ الحكم يقول ماذا الأفضل يكون على الدفاع أكثر في عملية قطع الكرات وافتكاك الكرات. طلعت منه ليس هناك خطأ ملعوبة بالسرعة. الرابع ممكن ولكن في موديكريتزا يخرج في وحديث عن نهاية الدراسات ملعب الداخلة. هنا فيها مراوغة، هنا فيها مرور، هنا فيها انسلال، هنا فيها الرابع كان قريبا في اللقطة في الصحراء المغربية. فكل التوفيق للقائمين للسلطات للجامعة الملكية من أجل 2025. هنا كرة الرابع جول الرابع رجاوي لمسة فنية جميلة جدا. يسري بوزوق يتوج هذا الأداء الهجومي الرائع. يسري بوزوق فعلا يمنح رابع الأهداف وبصورة مميزة بعد أسيست وبعد تمريرة مليمترية سحرية حريرية. هنا اللي مرفوعة الرأسية، لكن عنده دقائق أخرى. أناس سيتابع هذه الكرات قادمة، لكن قبل التبديلات الكرة في العمق جاب. وهنا الكلام عن حسن التنظيم للكأس العالمي زكريا. لا زالت عندك الكرة يا زكريا، ولكن فيها جميل. لمسة واحدة، مراوغة ممتازة. بن جديدة يسدد والركنية في بداية مشوار دوري المجموعات. راسية تصدى، لا زالت رجاوية، الهجمة لا زالت قائمة. أهولو يسجل خامس أهداف الرجاء الرياضي. يمينية قوية. أهولو هلالو في كرة لروجر أهولو يسجل خامس أهداف لتتواصل. أولو يأمن الكرة ويتواصل فيستيفال. على الصورة سنتعرف على اسم الآخر. فايبرز الآن في الهجوم والكرة تخرج. صار فيها محاولة، فيها تمريرة، فيها دخول. بعد ذلك ناحية اللاعب إسماعيل. جميلة من الحفيظي في العمق، ممتازة الفكرة. والبن جديد قبل كاف، هذا شيء مهم جدا. زكريا حدراف ينسى لوجود لي تسلل، تمشي ناحية الحفيظي، تسديدة والسادس يضيع. الوداد يتأجل لقاؤه في دوري